بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي في مواجهه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراه تاريخيه. اكبر فريقين في القاره بيتنافسوا، اكبر فريقين مش بالكلام، اكبر فريقين بالارقام حرفيا. اتقابل الاهلي والترجي في 24 مباراه، فاز النادي الاهلي في 11 والترجي في 4، والتعادل كان سيد في 8 مباريات. وحرفيا الفريقين ما سابوش دور في البطوله الا واتقابلوا من الدور ده، ابتداء من دور 16 بمسمى البطوله القديم 1990. قابل الاهلي والترجي في دور 16 عشان يقدر ينتصر الترجي على الاهلي بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراتين ذهابا ايابا تعادل سلبي. دي المره الوحيده اللي اتقابلوا في دور ال 16 عشان يتقابلوا في دور المجموعات 8 مرات، وقدر النادي الاهلي يفوز في 4 ويخسر في 2 ويتعادل في 2 عشان يتقابلوا في دور ربع النهائي هي مره واحده 2017. وقدر النادي الاهلي يتخطى الترجي في دور ربع النهائي بعد تعادل مخيب للامال 2-2 في برج العرب، وريمونتادا تاريخيه للنادي الاهلي في قلب رادس 2-1 علي معلول واجاييه عشان يتقابل الفريقين في دور نص النهائي 8 مباريات. ينتصر النادي الاهلي في 5 والترجي في مباراه، والتعادل كان سائد في مباراتين عشان يتقابلوا في النهائي مرتين، مره 2012 وقدر ينتصر النادي الاهلي البطوله التاريخيه بطوله شهداء النادي الاهلي، والمره الاخيره كانت 2018 وقدر الترجي ينتصر. هي دي اضرب يا بدري علشان يكون الفريقين اتقابلوا في جميع ادوار البطوله ابتداء من دور ال 16 وحتى النهائي. والمفارقه العجيبه بالنسبه لي ان كل 6 سنين الفريقين بيلعبوا فاينل. 2012 الاهلي والترجي فاينل، 2018 الاهلي والترجي فاينل، 2024 الاهلي والترجي فاينل. كل 6 سنين الاهلي والترجي بيتقابلوا في المباراه النهائيه، وحرفيا هم اكبر فريقين في القاره بالارقام مش بالكلام. الترجي واصل 9 نهائيات، الاهلي واصل 17. لما تيجي تبص على الاكثر مشاركه هتلاقي الاهلي والترجي، لما تيجي تبص على الاكثر تهديفا هتلاقي الاهلي والترجي، لما تيجي تبص على اكثر مباريات انتصارا هتلاقي الاهلي والترجي، لما تيجي تبص على اطول سلسله لها هزيمه هتلاقي الاهلي والترجي. فاذا بالارقام هو الاهلي والترجي هو نهائي مستحق. فاي حد هيحاول يقلل من الاهلي والترجي في حته النهائي ده هيكون ليه اغراض تانية او ليه دماغ تانية طبعا احنا كلنا عارفينها، وكلنا عارفين ان خلاص الكونفدراليه حاليا في الفتره دي هي الاقوى من دوري الابطال. ليه؟ لمشاركه الزمالك. فالوضع دلوقتي ان كله طالع ازاي الترجي مش صن داونز، فلا ده النهائي تعبان والاهلي هيكسب بسهوله. اطلاقا، المباراه اصعب بكتير على الاهلي من صن داونز، مباراه صعبه جدا. ما تحاولش توصل للناس ان انت رايح هناك في رادس ده ملعبنا. الكلام ده انتهى، الكلام ده مفيش منه. الكلام ده انت رايح هناك تلعب فاينل مش سهل. طبعا الترجي مش هيسيب لك المباراه بسهوله، ولا انت هتفكر ان انت هتروح هناك تسجل بسهوله. فما تحاولش توصل للعيبه الله يرضى عليك ان الماتش سهل، خصوصا ان الجيل ده انا فاقد الثقه فيه تماما. هتقول لي يا عم ده واخد 3 افريقيا وواصل 5 فاينل اخر 5 سنين وبتاع. انا فاقد الثقه في الجيل ده والله. الجيل ده ما عندوش حته ثبات في المستوى اطلاقا، ومش وقت الكلام في الحديث او مش وقت الكلام على الموضوع ده الا بعد النهائي. فما تحاولش انت كل شويه تردد رادس ملعبنا، هنروح نجيب الفوز، هنروح نجيب البطوله. الوضع صعب عليك هنا وهناك. فايه، يا رب نهدى، يا رب ندعم اللعيبه بس، ادعم الجهاز الفني، ادعم الاداره. نتمنى كولر ما يخريش، مش عايزين نشوف عبث في التشكيل. الله يرضى عليك، ده نهائي افريقيا، ده نهائي افريقيا مش ماتش ب3 بونت في الدوري. الوضع مش مستحمل. عايزين نشوف التشكيله المناسبه. حط ايدك على التشكيله الانسب، ما تفتيش. اللاعب ده بيعرف يلعب باك احطه باك، بيعرف يلعب نص ملعب احطه نص ملعب، بيعرف يقف جونه. بص ما تحاولش تالف، لان والله العظيم فعلا الوضع مش مستحمل الاهلي يخسر نهائي. نتمنى من اداره الاهلي ما تغفلش عن حته ترتيبات المباراه، بمعنى ما ماليش دعوه بالفريق، لا انا بتكلم في حته ثانيه، اللي هو انت ممكن تنزل الماتش تلاقي الفار متعطل. طبعا فاكرين نهائي الوداد والترجي 2019 قصه الفار، واتلغى للوداد هدف صحيح مليون في الميه والدنيا دي كلها. يعني انا متخوف من حاجه زي كده، متخوف من حته التحكيم، متخوف من حته الجمهور هناك والشغب اللي كان بيحصل. واداره الاهلي للاسف ما قدرتش تتخذ اي اجراءات قدام الشغب ده، والدنيا كانت بتعدي عادي. فدي الحاجه اللي قلقاني. انما الموضوع لو مشي كوره بس، كوره بس مش اي حاجه تاني خارج الكوره تساعد الترجي على الفوز، بامر الله بامر الله اضمن لك ان النادي الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه. حتى لو تعادل 0-0 دي حاجه حلوه مش وحشه لينا احنا. ما تطمعش في اكتر من كده. حصل فوز للاهلي خير وبركه، مش هنكره والله، دي حاجه هتسعدنا اكتر. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخوفنا انا، حته الفار، حته التحكيم، حته الشغب الجماهيري، حته ان انت ممكن تلاقي النهارده بالليل الجمهور عند اللعيبه في الفندق. الحاجات دي كانت بتحصل في السنين، الكلام ده مش من 100 سنه، الكلام ده في السنين الاخيره. فنتمنى اللعيبه تبقى في كامل تركيزها، ما تتخضش. مش اول نهائي تلعبه، مش اول مره تلعب في الاجواء الجماهيريه دي، عدت علينا مراحل اصعب من كده بكتير. ونيجي للتشكيل الانسب من وجهه نظري. في حراسه المرمى طبعا لا خلاف عليه مصطفى شوبير، 4 في خط الظهر هيكون معلول وعبد المنعم. حته بقى السنتر باك الثاني سواء بقى ربيعه سواء متولي، دي انا قلقان منها، يعني الاثنين يقلقوا.
متولي يقلق وربيعه يرعب، فانت متخيل؟ فهنتكلم وهنقول بالاجهز واللي باللي رجليه في الملعب واللي خلاص بقى فورمه يعتبر دلوقتي عم متولي هو رامي ربيعه. ناحيه اليمين ما عندناش اختيارات، محمد هاني. الثلاثه بتوع نص الملعب ودول اهم حاجه بالنسبه لي، لان انت سيطرت على نص الملعب، عرفت تمسك كوره في نص الملعب، عرفت تنقل وتحرر لعيبتك او تحرر السنتر باك بتوعك من الضغط الهجومي اللي هيعمله عليك الترجي بنقل الكرة في نص الملعب. بقى عندك لاعب زي امام عاشور هيقدر ان هو يسحب لك الفريق شويه، يقدر يقف على كورته في نص الملعب، يدي متنفس للعيبه النادي الاهلي بحته خروجك للكوره. فالثلاثه بتوع نص الملعب هيبقى مروان عطيه، هيبقى اكرم توفيق، قدامهم امام عاشور، والمثلث الامامي ما عندكش خيارات كتيره، هيبقى حسين الشحات ورضا سليم. واتمنى تبدا بوسام ابو علي. عايز تكسب المباراه ابدا بوسام ابو علي. كهربا التحامات هوائيه زيرو، التحامات بدنيه صفر، استلامه للكوره صفر، تسليمه للكوره صفر، فينش على المرمى صفر. اخر مرحله احنا بنقيم كهربا على اخر مرحله، ماليش دعوه قبل كده كان ايه، انا بتكلم في اخر فتره النادي الاهلي. موديست طبعا انت عارف رايي فيه ومش محتاج ان احنا نتكلم كتير. هتنزل بالتشكيله دي، وطبعا انا مش مدير فني، فالمدير الفني طبعا هو ليه وجهه نظر عني وهو فاهم اكتر مني، بس انا بكلمك بواقعيه شديده. لو انت عايز تنزل تستحوذ، تنزل تحاول ان انت على الاقل تسجل هدف في مرمى الترجي يربك لهم الحسابات. في النهايه هي مباراه صعبه على النادي الاهلي، ان اللعيبه تكون في تركيزها. انزل العب ما تخافش، اتحطيت في الاجواء دي مليون مره، اتحطيت في الاجواء دي كتير وضغط اكبر من كده بكتير، والحمد لله قدرنا نعدي منها. بالتوفيق للنادي الاهلي. سلام.